السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبنا؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا اهو هنشيلوا بقى الستاير دي عشان هركب ستاير رمضان. اهو شلت الستارة اللي في الطرقة، هروح اشيل بقى الستارة اللي في البرقع عشان هنفرشه بقى النهاردة بقى فرش رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب. اهو شلت بقى الستاير اللي هنا، هشيل بقى المفرش اللي على السفرة والحاجات اللي على السفرة والحاجات اللي على الكراسي. انا حاطه كسوه في الكراسي عشان خاطر ايه ما تتطربش. هبتدي بقى ان انا اشيل الكسوه كلها بتاعت الكراسي، وهركب كسوه تانية غيرها عشان انا جايبه ايه كسوتين. اهو ابتديت بقى ان انا اشيلها. ودي فازة الورد العيال كسرينها وقعينها، فبحط حاجه وراها عشان بحطها على السفره بتقع. ودي حصاله اروى وايسل بيحوشوا فيها. اهو انا كده بقى ايه شلت الحاجات كلها اللي على السفرة. هنقل السفرة بقى، هنقلها هعملها كده بالطول، وهنقل الحاجات اللي هنا دي هنقلها هناك. اهو نقلت كده السفرة وركبت الستارة، ونقلت الحاجات اللي جنب السفرة حطيتها هنا. هبتدي بقى ان انا امسح بقى الحاجة وافرش بقى حاجة حاجة. اهو فرشت مفرش السفرة اول حاجة، اهو حطيت الفوزة اهو حتى ورا. اهو انا كده بقى فرشت بقى السفرة وحطيت اهو فرشت الكرسي ده كمان. بفرش حاجة حاجة في الأوضة، امسحها وافرشها. والكرسي ده كمان فرشته. اهو بفرش بقى الكنبة، فرشت الكنبة الكبيرة وركبت دي كنت جايباها اساسا مفرش للسفرة. رحت ايه معلقتها لقيت شكلها حلو، رحت سبتها ايه متعلقة. قولولي بقى ايه رأيكم فيها. ودي طبلة. اهو انا بكمل كده بقية الأوضة بقى. ادعمونا بقى واشتركوا في القناة، وصلونا ل1000 مشترك علشان نكبر بيكوا يا احلى ناس في الدنيا. اهو بصوا دي حاجات جايباها كده بتلزق، ودي حاجات بعلقها في النجف اهي. وحطيت كده على الباب، وعلقت وعلقت بوجي وطمطم في النجف اهو. رأيكم بوجي وطمطم؟ وجايباهم برضو كبار معلقاهم في النجف اهو. والفرع ده انا جايباه معلقاه قماش برضو مش ورق. وحطيت حاجات على التلاجة برضو اللي هي بتتلزق. انا كده يعتبر بقى خلصت كده الأوضة، فرشت كله اللي في الأوضة. هبتدي بقى ان انا افرش بقى السجادة.
كده بقى دخلت المطبخ بقى افرشه بقى حاجات رمضان. ركبت فرع نور وحطيت بوجي، وحطيت هنا بكار، وجبت كوز ده لسه جايباه مع الكوبايات، وصينية وكوبايات مرسوم عليها بوجي وطمطم اهو بكار. ايه رأيكم؟ كده بقى انا خلصت اخيرا.